بنقسم الاخطاء دي لراندوم ايرورز وسيستماتيك ايرورز، وبناء عليها بنعرف نوصل للمشكله. وطبعا دي حاجات اكثر تطور شويه، ان احنا بنبقى عندنا كنترول. الكنترول ده شيء معلوم القيمه، بيكون نوعين من الكنترول. اما نورمال كنترول بيكون ده قيم طبيعيه بيشتغل على كل انواع التستات، بشتريه جاهز او بحضره لو هو كان بودر، وبحضره بطريقه ما مش هنتكلم عنها دلوقتي، وابتدي اقيسه واشوف بيديني جدول معاه. بيكون الجدول ده بيقول لك ان وليكن قيمه الهيموجلوبين الرينج من كذا لكذا، بتطلع في الرينج، يبقى الجهاز بتاعي صح، الريجنت صح، الايد اللي شغاله صح، كل حاجه صح. ده لو انا عايز اتاكد من نتيجتي وحاجتي واشياء، ده اسمه كنترول. وفي باثولوجيكال بيكون شيء مرضي او شيء يعني بيكون مش نتائج طبيعيه، بيكون في منه هاي كنترول ولو كنترول، وده برضو بيجي باثولوجيكال هاي ولو، وبشتغله وبيديني رينج وبيديني تارجت. كل ما يكون واقع في التارجت، وليكن هو بيقول لي الهيموجلوبين الرينج بتاعه من 8 ل 20، هو او من 8 ل 10 او من 8 ل 15 مثلا، اي رينج طالع في الرينج ده يبقى طبيعي، يبقى النتائج صح وجهازي صح والريجنت صح وكل حاجه صح. كل ما يقرب من التارجت ان هو من 8 ل 20، فانا بقول التارجت 10، كل ما يقرب من ال 10 يبقى يكون صح صح. فده اسمه كنترول علشان اتاكد من النتائج. ايه كمان ممكن اتاكد ده كنترول اسهل شويه من ده، عشان ده لو غالي ومش هقدر اوفره. الكنترول اللي انا بشتري او مش بشتري بقى، ده كان بنشتري كنترول، ان انا بجيب عينه انا عاملها في معمل ثقه او من حد ثقه، انا عارف قيمتها، عارف ان انا عامل الهيموجلوبين ده على جهاز مظبوط والقيمه بتاعته 12، ابتدي اشتغلها على جهاز الكيمياء بتاعي بالريجنت بتاعي، واشوف ان هي وصلت ل 12 ولا لا، عشان اتاكد النتيجه بتاعت حضرتك صح او لا. فبالتالي لازم تتبع كل الاجراءات اللي احنا عملناها في الفيديو في الاول. تشتغل تظبط البرنامج بتاعك على الويف لينس المظبوط، تشتغل بالايجنت يكون طبيعي كويس جدا، لازم تتاكد من النقطه دي. يكون عندنا معلومه القياس وابتدي اشتغلها، اعملها على جهاز معين وابتدي اشتغلها على الجهاز بتاعي علشان اعرف هل هتطلع صح ولا غلط. لو طلعت صح خلاص، يبقى النتائج القديمه ما نعرفش المشكله فين. لو طلعت غلط نبتدي ندور على الغلط. ممكن الاخطاء المحتمله، طبعا الراندوم ايرورز والحاجات دي زي ايه؟ الراندوم ايرورز ممكن تعتمد على ايه؟ زي ما احنا قلنا، المحلول بتاعي فيه مشكله، لا ده مش هيبقى راندوم ايرورز، ده هيبقى سيستماتيك ايرورز. السيستماتيك ايرورز هي اخطاء متكرره مستمره، فدي اسمها سيستماتيك ايرورز. زي ما قلنا هنقسم الاخطاء لسيستماتيك وراندوم. الراندوم ده شيء عشوائي، ان انا وانا شغال بايديا دلوقتي ال10 مايكرون بدل ما احطهم حطيتهم ناقصين، حطيتهم زايدين، ده شيء عشوائي. انما السيستماتيك ايرور الشيء المستمر، زي ما حضرتك بتقول او حضرتك بتقولي، السيستماتيك ايرور ده شيء مستمر. زي ايه؟ الجهاز بتاعي بايظ، اللمبه بتاعته ضعفت، اللمبه فيها مشكله، الجهاز نفسه فيه ايرور، فالجهاز طول الوقت هيفضل بايظ، اللمبه ضعفت فطول الوقت هتبقى ضعيف. فدي ممكن تكون مشكله من الموضوع ده. الريجنت بتاعي اكسباير ديت عدى فهو انتهى، حصل فيه تربيديتي، حصل فيها عقار كونتامينيشن، فما عادش شغال كويس. البيبيت نفسها اللي انا شغال بيها عايزه معايره، عايزه